نمتي هنودة؟ اعطيني قبلة. لمبي نحن في ورطة. بنتي ورطة ايه ورطة ايه؟ احنا اعطيني قبلة. ده ايه العفريت ده ولا ايه؟ سيد زيتون. يا هريسة خادمك المطيع. خدام عنده. اعطيني الصوت. منقوع في الزيت والفلفل الحار. جثوث، شفت جثوث. سأظل أضرب. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ ما انا كده هتضرب فتحسهم يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لمبي أغثني يا لمبي. اغثني من بيت يا ست، ما انا لازق جنبك اهو في قلب الشجره. وبعدين بقى يا جماعه حد كلم لنا مأمور اسمه قريش ولا حاجه. أتريد الماء يا لمبي؟ ابو الواجب. وين ابو امك؟ طب اسال هذا الفتاه. اسال هذا الفتاه. اسال يلا. سهم يا لمبي. ايوه انا اسال. يا عمي اسال يا حبيبي. يا عم انت عمال تزفق بالنخله وسايبنا احنا ليه طيب كده؟ الله. أغثني يا لمبي. اغثك؟ انت اللي كنت ممكن تغثينا. ايه يعني؟ ايه يعني لما كان هيطلب قبله وتعدي؟ عاجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري يعني في اللي هو عايزه. ما قلت لك مش هعرف اعمل حاجه، انت هتقعد تندهيلي من بطنك. أنا لم أقل شيئا، الأصوات قادمة من بعيد. الاصوات قادمة من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حمايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبة ولن ينقذنا منها إلا اللمبي. أجل، ولن ينقذنا إلا هذا الشاعر العظيم. ايوه النشاعر، انا هو بنشعر في قصايد بينا يعني محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حماية بعوضة. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ لا بقى هسن انت شويه بقى يا حاج زيتون. وحتى لو حل لي وثاقي، انا ما اروحش اغرب نفسي انا واروح اتخانق في منطقه غير منطقتي. اروح اتضرب بين الجبلين ليه؟ ما انا واقف هنا اهو بتذل باحترامي. أنت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ أجل، فأنت خير الرجال. عايزة يا بت؟ إني أشعر بالغيرة عليك يا لمبي. إنه النساء ميصات. أعطني قبلة. لمبي لا يوجد أمامك خيار آخر يا زيدون، إما أن تحل وثاقة أو سنقاطع تجارتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل؟ حل وثاقة. لكن حطك في منزق. إذا قضي الأمر. حل وثاقة. هيا يا جثوث لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. ها؟ لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. أيوة. لكني رجل ضعيف وفقير أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. انا ايه يا بنت؟ هو انت هتقعدي تروديها كل شويه؟ الله ما انا جنبك اهو. الان نريدك ان تذهب للقاء الاشرم بين الجبلين. وانا اروح اشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي الميه ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبيت، وهو ما سالش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب أن تذهب له حيث ينصب في خاخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ايه ينفخ في خده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذا شروط. سحقا اصبح للعبد شروط. الشرط الاول اشرب ميه. اسقيه يا سيد زيدون. لقد قال لك العفريت اسقيه، هذا العفريت الساحر. هات الماء.
لمبي اغرفني يا بس ايه ده جمله منيله اللي حفظوها لي. هل من طلبات اخرى؟ أجل انا عايز اريد ان يعطيكنا انا وهندوده. موافقون. وانا جدك يا لمبي. الآن شابي، والأول كنت تمشي بكني بالحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة اوعى تكذب ها؟ حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعتق هريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط. مزرعة في بط في أغوار الصحراء جوه. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة. هو أنت ليه لما بتشوف خلقة اللي جابوا أمي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل؟ فأنت ليه بقى؟ أنت موجود ولا مشيت؟ ها إيه السحرة دي كلها؟ ها؟ ده الواحد لو خد له هنا بتاع قيرتين ثلاثة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني، هتجيب ملالين. والله. واحتمال تتعمل كيمباوند، تتعمل فيها كيمباوند. هما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال يا نضار؟ يا قطاع شمالك أيها الأشوح، شمالك أيها الأشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله أنا كنت أريد إن أنا أذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب إلى هذا المكان الموحش؟ يا حاج أرجوك هتوسل إليك. أنا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وأرض، فقول لي بقى بالراحة كده عشان خاطر أنت كمان نفس داخل ويا عالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لأ؟ قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة. تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قول لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لو بصراحة باين عليك الخربشة والحركات. اوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد؟ طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم أحياء لأنهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله كلك بركة يا حاج، كلك بركة. أنا مش عارف أقول لك إيه. إن شاء الله كده بإذن الله ربنا يكرمني وأخلف كتكوتة صغيرة آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تهذي يا رجل وتثرثر. يا عم أنا اللي مصرصر؟ ده أنتوا اللي مصرصرين. ده انتوا مخلصين على الصراصير اللي في الجبل كلها. قول لي ابوس ايدك اذا كنت انت موجود وكائن حي قدامي، واذا كان في بني ادم يعني، كيف اذهب هناك عند الجبلين؟ انني اعلم جيدا انك لن تلاقي هناك غير اعتى المجرمين، ولذلك يجب علي ان احذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قول لي انا اذهب هناك بين الجبلين. كيفك؟ ما دمت مصر ايوه سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. ثم تنحرف يمينا. ايوه. ثم يسارا. ايوه. ثم يمينا. ايوه. ثم يسارا. ايوه. ثم إلى أعلى. ثم إلى أسفل. ثم يمينا. ثم يسارا. ثم إلى أعلى. زي بني آدمين كده. ثم إلى أسفل. وهناك سوف تجد رجلا
يدلك على المكان. والله لولا ان انت بابا بص، ولولا ان انت راجل كبير هحطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا، اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة. يلا يا جدعان. لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عماه مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبي؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة، وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفقا سويا للانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. حفظتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال من الرمال المتحركة. وألمباه قتلوك غدرا يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. يا نهار اسود، انا هعمل ايه؟ الراجل ده قاعد في اول الخيمه، ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ ايه؟ المطوه فين؟ المطوه. تخيل امي اهي المطوه ايه؟ يا لندي، بالرجال في قبيله مستنياك. عشان عليك يا رب. يا خيمة ما جابتش راجل، والتخيل فيها في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعالى يا عم الحاج. طلع في الرجل. اوعى يا عم الحاج. من أنت يا رجل؟ ومن أي قبيلة أتيت؟ أنت منين يا؟ أنت من كفار الرحاب ولا ميدان شهينة؟ اصحى يا. كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان أفرجك إن الأشرم في الأشرم منه، وأنا جاي النهارده بص، أنا هشرم أمك النهارده. لن تنجو بفعلتك هذه أبدا. يا بطل صياعة يا بقى يا بطل صياعة، تعمل لي فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. جالك اللمبي اللي لا ينزل له الوجار ولا تطفي له نار، وامك في العش ولا طار يا. أنت مجنون؟ أنا لا أفهم ما تقول. أقول لك أنني أبلطج عليك الآن، وأنت الآن عبد لي، ومن حقي أن أنا أقبلك من بوعك. لا لا لا، أنا لست امرأة، وهذا كل ما أملك. أرجوك صدقني. سيع يد عليا يا ياد، سيع على. بص أنا هاخد بعضي وأجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول أنت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو وأولاده هم يا جمل، هتفهم؟ لا لا لا، إلا كفار قريش، إلا كفار قريش، إنهم أشرار. ما أنت كمان أشر من الشريرين يا. لا، أنا لست شريرا، ما هي إلا سمعة. أنا رجل صالح،
صالح. حشد الزبيبه لحسن، بس ده انا عينيا مش عارف اشوف من الزبيبه، والتقوى الله اكبر عليك. هما كلمتين ورد غطاهم هقولهم لك في ودنك، ممكن تقترب؟ اريد. تعال تعال. انتظر لحظة واحدة. أبويا! لا تسلمني إلى آل قريش، إنهم أشرار. ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك تعال، أنقذني مما أنا فيه. أنا هسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على اساس ان انا اقول لهم ان انا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هات الخاتم. تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. 1 2 3 اجري جري. تفضل. يلا تفضل. يلا. تفضل. انت لسه هنا؟ أنا أجري. سأذهب ولن أعود إلى مرة أخرى. المية تروي العطشان وطفي نار القربان. ما أجمل الفحش والفجر. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر. إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله. الصدر صدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. ايه يا عمو، الله كانت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند الاشرم هناك؟ كتبت في ده يعني ايه؟ فاكريني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسه المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته. مرحى الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها اللمبي، تبا لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك اللمبي. ألعق بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء. خسر هند، وخسر الكنز، وخسر مهابته بين الناس، وفضيحتان. صهن يا امرأة، صهن. اللات والعزى لن أترك ثأري أبداً.
أتظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي، ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند هشاشة القلب، وسيعرف سر الكنز منذ أن نزل المدينة، وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن نقتله قبل أن نعذبه. أجل، نقتلع أظافره، نقلع عينيه من مقلتيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم، وسأقنعهم بأن هريزة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بوثق على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. ويحك يا لمبي، فزت بالكنز وبعرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون. يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. على دماغي من فوق ابو منى. عقبال يا رب كده فرح منه تفرح بيها. عمال بص ده بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منى على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده، انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منا، وساعتها هتتفرج على الذبايح. ايه يا رجاله منورين. الله يخليك الله يخليك. يا حاجه هريسه ايه اللي ما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه؟ ايه الفرح الناشف ده؟ إني أعقد عليك
لكنني أهنئك وأتمنى لك عيشا راغدا سعيدا مع عروسك، وأن تموت قبل أن تهنأ بها. أنني أريد أن أقتلك، نعم أريد أن أقتلك، لكن عيني هند تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون، انا مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام، انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هتقولوا حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحيطه. والآن مع نزال السيوف احتفالا بعرس اللمبي. يا عم هريسة، ما كنت تخلص الناس دي، ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه، ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مزق قتله. يا نهار اسود، يا نهار اسود، وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وأفراحنا يا لمبي، ويجب أن يكون هناك قتل. قتلة؟ نعم قتلة. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. قطع علاقتك بيها، بالاسم ده قطع علاقتك بيها. مالها زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا و20 امرأة ونعجتان. نعجتان؟ و50 عبد؟ ونسوان؟ طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى، اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط، انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده، على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والواجبات دي، يدوب فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس، تبقى قبيله الجمال. بخن مباركا يا لمبي، مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه؟ انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو لهب. يا قوم، يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنته هند الآن. الآن فين يا عم انت؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له ذروه عشان يخش فيها، انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي إلى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. هو يا عم الحاج، انا لسه مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاتنين مع بعضنا البعض، وابقى عريس، اللي يبقى عريس. أجل وأنا أيضا لا أصدق أنني عروس. للأسف. هند عروس؟ انت سهل ان انت تبقى عروسة، انما انا صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت قوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس، اوجب وامشي، كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه وهم قاعدين في قلب الكوسه، واحد عليهم، كنت
قعدت اقول امتى انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم. بس يعني يعني جيت اللحظه وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن كده جوه النفسيه يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة ليه؟ أنا بقول لك أنت جوه يعني خرجي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي. يعني أنت بعبعي ماذا تريدين أن تبعبعي؟ أجل إحساس الآن وأمس. أجل هو إحساس الآن وأمس. يا لمبي. أيوه هو ده الشغل. لقد كنت فتاة بلا قلب، بلا مشاعر، بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. يا لمبي. يا ما أنا قلبت أمسية دينية كده ليه؟ يا ست ده أنا لو هنتحن عربي مش هسمع الكلام اللغة العربية ده كله. أنا أريد أن أنا أتزوجك، ألعب معاكي عريس وعروسة. فهمتك. أيوه. ولكن هناك شروط. أنا فاهمة دي. كله بيحب أوي ده النور والمشاعل دي. النور مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ المشعل، أقصد المشعل، وبعد مشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابوا أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة ده أبو خيرت. يا ستي إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي ملحس الليله. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ أبكي لأن لو كانت أمي معي في هذا اليوم. أمك كمان معانا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة إلا البيض. تبيض يعني إيه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوه. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. أيوه. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء؟ نعم. على أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. عيطي. وأمها. أيوه عيطي كده ويسمعوا إن في راجل جوه. أي حاجة نداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بت اهدي يا بت اهدي. أنا هقول لك على حاجة. بصي يا بت، يجب إن أنت تهبي عليا وانا اهب عليكي. فلما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل، فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلام. نعمتني ام سلامك انت. امشي بقى. وعي بقى ده ليله عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليله معاه. يا حبيبي. والآن أغمض عينيك يا لمبي. أهو. تعال. أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن أيوه. افتح عينيك. أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول. وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلا أقدم لك هريسة صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله. أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل. أما هذه الأصنام الصغيرة. أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفتاح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة.
إن أردت أن تعبدها فاعبدها. ايوه. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوه احسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوه؟ هو عباره عن بسكويت بالعجوه ناكله. أجل شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما الضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أيوة. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحك في هذا؟ الضحك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في ذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبد العجة تاني. يا لمبي وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم ده إيه؟ ده كبر فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على إفعالكم الدنيئة. يا ويحي لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتم. يا لمبي يا ولدي أنا لست أول من يعبدها، فأبي كان يعبدها وجدي كان يعبدها وجد جدي كان يعبدها. يا عم أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو، أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر ألم أحذرك يا عم تحذر إيه يا عم؟ ده أنا بلعب معاك، ده عامل زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنظ. أنت ما تعرفش. أنا مش هاجي غير على الكبير الأهبل اللي فيهم ده. أهو يا عم. احذر يا لمبي احذر يا ولد الناس احذر. إنني أتبرأ منه. يا قوم تعالوا وانظروا. أرأيتم إنه يسخر منا ومن آلهتنا. لا بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم أنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو حلو قوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزى. في ايه يا عم مالكوا ايها الكفار الملاديع؟ إنه يسبنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا عليكم بهريسة فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتل يا لمبي. عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم إيدك. عمو الشاهد طيب. الشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد أشهد الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. جدي. أما أنت فلترحل غدا. لا فلترحل اليوم.
لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي مفيش كلمه خالص، يعني حصل حصاوي. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كياده كده واقعدي افركي بنفسك، مستكيفه انت كده قوي بالكذب بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجاله بعض. ماشي، بقول لك نسيتوا الكلب بتاعكم، الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو؟ يا قوم! حريصة ابن أبي المهروس ينفذ أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم، لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني. عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي، ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ آخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. وخدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال، هيا إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. ايه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في الكلاوي. لا عماه. قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المفرق الاخير؟ حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزع الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حسسني إن أنت مراتي وخايفة على فلوس عيالنا. يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. أنت بقى. أريد. عايز إيه؟ مية؟ هات كوباية مية. سأحضر القربة. القربة أنت هتسقي جنة بقول الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات، ده أنت مسافر دلوقتي يعني هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكل. أريده. إيه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعدة السودة دي. أريد. أيوه. أريد شربة خمر معتق.
شربة الخمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى، خليني اخلص بقى. ايه؟ ايه يا عم، الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 ماذا؟ ماذا؟ مش يا بنت العلامة خلاص الكنز. العلامة سكن الندى. المفتاح! ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذا هيا بنا. هيا بنا هيا يا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ لا مكاننا وفاشا، إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أجل، إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر وبجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وكان أن لكم ذهب وألماس وياقوت خش جوه. هيا نواقفين ليه بقى دلوقتي؟ ديانا اجري يا بنت اجري بقى. يا إلهي يا إلهي، لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. تبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان، لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. اخرقوا، دمروا، خربوا، لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال، وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون، أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مر من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي. هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب. وماذا تريدون منه؟ نريد أن نقتله. إنه قول سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل، سيسلخ جلده. إذا اذهبوا إلى أبي ذئب، إنه أقذركم وثاقة. إنه رجل أبله وهكذا زوجته. هيا بنا نبحث. هيا إذن. جبتني؟ تعرف ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطيني قبلة في الحنك. لمبي، نحن في المتواضع. اجري هلمي. ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ أقول لك على حاجة؟
الصنم ده هو اللي جاب لنا النحس والعرق. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواه. المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ أي مفتاح؟ المفتاح ده هو. لا تزعلي مني يا هند. ماذا نفعل الآن؟ اتركوا يا زيتون. هيا يا رجال. كوتي. ما هذا الباب؟ أنا عايز أفهم دلوقتي، أنت جايباني ليه تاني هنا عند عش البلبل؟ مولاتي تريدك. مولاتي كليبة. أنت كل اللي طالع عليك طول السكة مولاتي تريدك. تعال معي يا لمبي، تعال. بطاطن أنت. تعال معي. بطاطن. أنت مساء أيها الكفار. يا نهار أسود. قناة التت بادية من هنا. فين محافظ قريش عشان يشفر القيمة دي؟ يا نهار كفر. لبي. كلمة. أريدك. تريديني فين؟ تعال يا لمبي. الراجل اللي بعد الحمار قاعد هناك اهو. هو ده. ايه انتوا واخديني خيمة كبريلكيه انا ولا هيا بينا تعال. ايوه قاعدة حلوة. القعدة دي في لوحدينا. اهدى الله يسترك. يقولون انك اصبحت عبدا لزيدون. عبدا؟ مين اللي عبدا؟ الليمبي عمره ما يكون عبدا، وما حدش يقدر يخليه عبد عنده ابدا. انا قاعد عشان خاطر البنت اللي هناك وريسه قريبي. ايه لا تقلق. ايوه سأشتريك وتصبح عبدي. عبدك؟ يعني انا اخلص من زيتونه اجي لكليبه؟ لا، الليمبي عمره ما كان حد يقدر يشتريه. الليمبي ده واد حر كده، منطلق. تبص تلاقيه في كل مكان طاير كده ومتنطط. اوعي 2 في 1 انا. اواه صحة. لمبي. أيوه. أو تدري لما أرسلت في طلبك؟ أو تعلم مدى شوقي إليك؟ أو تدرك كم عانيت في انتظارك؟ صهن. أنا هارش. ماذا تريدين أن تفعلي معي؟ تريدين أن تعملي معي علاقة غرامية غير شعرية، أليس كذلك هو هذا ولا إيه؟ لمبي، أنت شخص جذاب. أنا كذاب؟ أنا كذبت عليك بحاجة؟ أنا وعدتك بأي شيء في الحقيقة وكذبت عليك بحاجة؟ أنت هتلبسني أي تهمة ولا إيه؟ لا، أنت أسد غضنفر ليس، شخصية جذابة. أيوة أنا عرفته. وأنت أيضا شخصية جذامة. لمبي، أحبك حب العبادة. هو أي حد يعدي عليكم كده في روح تعبدوه؟ يعني بالراحة شوية. إذا أنت لا تبادلني الحب بالحب. يا ست مش مسألة أبادلك الحب بالحب، لأن مش لازم يكون في بينا وبين بعض في النص في سيكو عشان خاطر تبقى العلاقة تبقى حلوة. لا أحد يجرؤ أن يرفض كليبة. اهدي بس وحد الله يا نهار أزرق. اهدي. ده أنت جميلة الجميلات في قريش. الله، ده أنت قمر.
ده انت ابليس نفسه يجي تحت رجلك ويقول لك ابوس ايدك اتجوزي. لا بلاش دي، بلاش دي. ها؟ ابليس ما يقدرش يتكلم في حاجه. فلنشرب نخبا. اقترح نخب الصداقة الدائمة. ايوه بس اقول لك على حاجه، اوعى تكون دي خمرك. إنه نبيذ. ايوه نبيذ، نبيذ يا لذيذ اللذيذ. كوبا تاخد الانجليز. شعر جديد، شعر غريب. يقولون إنك شاعر ماهر. هيا قل قصيدة في محاسني. أقول قصيدة في إيه؟ قصيدة في محاسني وجمالي. أيوة وأنوثتي. أيوة أقول. أوصف ماذا ولا ماذا ولا ماذا؟ حبك عامل زي الإزازة والردعة في البزازة. انتهت القصيدة؟ والبزازة معايا. قصيدة رائعة، قصيدة جميلة. لم أسمع حتى جميل بثينة أو زهير بن أبي سلمى. ده من البقايا العيال دي، الثلاثة دول، أبو سلمى بتاع الكبدة. يقولون شعرا. أيوة. فلننتهي من الكلام ولنبدأ بما أريد. لا بص استني خبر. شفت كنت هننسى اهم حاجه. استني ودي اللي تيجي كبسه كده مره واحده. ابليس قبل ما يحضر لازم نجهز له الفرش بتاعه. ازازتين بيره مشبرين كده مفلتين جايبهم من الدقي. اخد ازازتين البريد عشان دول محطوطين عندي بره في قلب العربيه صف تاني، والعربيه الازاز بتاعها مفتوح وراكن صف تاني، والعربيه الازاز نازل بتاعها والسنتر كولوت مش موجود. وبعدين نخاف العربيه تاخد بعد فهقفل الكولوت بتاع العربيه واجيب البيره واجي لك بسرعه. جاي لك حنان جاي لك. ده انا بصي هرنيكي كده على هتشوفي. ما هذا الكلام الغريب؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ بقول لك انت عندك بفره اوتومان ولا رزده؟ البفره عشان خاطر الرول، لو ما فيش في جلد ماعز طب نلف فيه جلد ماعز او اي حاجه. هذا الرجل الغريب، لكن عندما تريد كليبة رجلا تناله. لا تتلكأ يا لمبي. حاضر يا اسطى. بتريل كمان. كم أنت جميلة أيتها الجارية، يا لروعتك. هل يسمح لي سيدي بالانصراف لأتدبر بعض شؤوني أم يريد شيئا آخر؟ أريد شيئا آخر. لا، أريد أشياء أخرى. يا ابن المعفنة، أنت جاريتي ومن حقي أن تفعلي ما أطلبه منك. وماذا تريد مني؟ أريدك أن ترقصي لي. وإذا قلت لك أنني لا أجيد الرقص؟ سأقول لك إنني أجيد تعليم الرقص. لمبي! لمبي! أغثني يا لمبي! لمبي! كيف تجرؤ على فعل؟ يا عم أغثني يا لمبي! يا بنت من الغوص يا لمبي! يا بنت ما تحطينا لحد هنا. لمبي أغثني يا لمبي! ما هو يا بنت ما هو موقف. مش أنا قلت لك وقف؟ مش أنا قلت لك وقف؟ ويحك عملنا كده الواد البت ده. الواد ده بنت. لقد حاول تقبيلي. نعم حاول تقبيلي. يا بنت ما تقولي عمل. انت مش معتنع عشان عمل ايه؟ تقبيلي. وده كده بقى كابتن زيتون. ولكنني قاومته بشده. برافو عليك يا بنت رجوله. ليه كده؟ انت مالكش اخوات بنات كفار؟ أنا لا أفهمك. إنها جاريتي ومن حقي أن أتمتع بها وأقبلها. ايه يقبلك قد يعني ايه يقبلك؟ قلت لك. تاني؟ هي مرة واحدة يا لمبي. مرة واحدة يا كداب. انت هتقول بص بتقول اتنين تاني. وبعدين بقى انا هقول لك على حاجة. ما الراجل ده برضك عنده حق. انت عندك حق. لماذا هذا؟ لانك انت من حقك ان انت تبوسنا معا الاثنين، لان احنا عبيد عندك، فيجب ان احنا نبوسك ويبوسنا. ايوه. ماذا تقول يا لمبي؟ ايوه يبوسنا، ولازم تبدا بالبوس من عندي انا. هذا البوك. لا افهمك. انا حقك على انا هبوسك انا على حقك.
هو شايف ايه يا عم؟ هو شايف ارواح ولا ايه؟ انا فعلت اللمبي انه زيتون. زيتون على نفسه يا هيصه ولا ايه؟ سيقتلوننا. يا بنت يا بنت وحده ده انت في حمايتي. سيعذبوننا. يعتبروا اللمبي بتاع السعاوه والحركات، ده انا اللي كده يا بنت. سيمزقوننا يا لمبي. يا بنت انت هتخضني ليه؟ ومصيبتهم. يا بنت ما بالراحه طيب هنا. سيقتلوك يا لمبي. سيعذبوك يا لمبي. مصيبة. أوقفوا الغناء والرقص. أظن أنكم جميعا يا سادة قريش قد أسرتم من وراء قوافل التجارة، وأظن أنه قد بلغكم أن هناك لص قاطع طريق يدعى الأشرم البطار ينهب القوافل ويقتل الرجال ويسبي النساء والأطفال، وهذا يضر بمصالحنا جميعا. أنا على استعداد أن أدفع نصف ما أملك، لا بل ربع ما أملك، كي نتخلص من هذا الأشرم. وأنا من الآن سوف أنظم الشعر في ذلك الأشرم وسأهجوه حتى يرجع عما هو فيه. الأشرم لن يرجع عما هو فيه ولو هجوته 100 عام. أجل، إنه قاتل عربيد. واللات والعزى ليس لنا سبيل إلا الدعاء والكرابين. ما تقوله يصلح للجوار والعبيد. ليتني كنت رجلا حتى أذهب إليه بنفسي. إنه بشع ليس في قلبه رحمة. وما الحل يا ترى؟ لا يوجد حل إلا أن نقتله. إنه يحتمي برجاله. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل رجاله. كلا البتة، إنهم مجرمون ولا قلوب لديهم، وليس لنا أن نخاطر بأرواحنا وأرواح أبنائنا من أجل معركة خاسرة. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل أنفسنا ونستريح. ولما لا نبحث عن طريق آخر للقوافل؟ جواسيسه سينقلون إليه خط السير الجديد وسيعود لنهب القوافل. إذن لا يوجد حل. نعم، لا يوجد حل. تبا، لا يوجد حل. أنا لدي الحل. إذن يوجد حل. تكلمي يا كليبة، ماذا لديك؟ نرسل له عبدا من العبيد الأقوياء المشهود لهم من الجميع، فإذا قتل الأشرم كفانا شره، وإذا مات فهو عبد لا قيمة له ولن نخسر شيئا. ونعم الرأي يا مولاتي. وهل يجيد العبيد القتال؟ في الآونة الأخيرة ذاع صيت ذلك العبد لدى بني زرزور. ما اسمه؟ أتقصدين اللمبي؟ اللمبي. يقولون إنه مقاتل ماهر. لقد سمعت عنه الكثير وأوافق على رأيك يا كليبة. الحل هو اللمبي. الرأي رأيك يا كليبة. إذن لا يوجد حل إلا اللمبي. يا رجال، فلنشرب نغب هذا الحل السديد.